لسه مخلصة قراءة رواية جديدة وحقيقي عجبتني جدا، وعايزة أشارككم الريفيو بتاعي عليها. كملوا فرجة على الفيديو ده، وياريت كمان تشاركوني آراءكم. مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ بتمنى ان انتوا تكونوا في أفضل صحة وأحسن حال إن شاء الله. لو أول مرة تشوفوني فأنا نادين يسري، صانعة محتوى. بقدم محتوى هنا على القناة عن الكتب والقراءة وساعات عن أشياء أخرى. ياريت تعملوا لي سبسكرايب على الشانل. في الفيديو ده هكلمكم عن رواية ناس كتير قالت لي إن هي مش حلوة، وفي نفس الوقت ناس كتير قالت لي إن هي أحلى رواية أنا هقرأها في حياتي. وبصراحة الكلام المتعاكس ده وكل واحد بيقول حاجة عكس التانية تماما خلاني شوية أتردد في قراءتها. هي رواية ستونر للكاتب الأمريكي جون ويليامز، واللي بتعد أول تجربة ليا في قراءة الأدب الأمريكي. أتمنى إن الفيديو يعجبكم. رواية ستونر تم نشرها أصلا في منتصف الستينات، وأول ما نزلت ما لقتش أي نجاح يذكر. بالعكس، كان حصل مراسلة ما بين الإديتور بتاع جون ويليامز وجون ويليامز نفسه، كان بيحاول يفهمها إن الرواية دي ما نجحتش أو أنتوا رافضين تنشروها بسبب إن هي مش رواية بوب كولتشر، مش رواية شعبية من الآخر، لأن هي فعلا رواية أبعد ما يكون عن الروايات اللي احنا معتادين عليها. والرواية أصلا ما ابتدتش تنتشر وتتعرف غير بعد وفاة جون ويليامز، تحديدا لما تم إعادة نشرها حوالي سنة 2000. وبصراحة ما لقيتش أحسن من وصف توم هانكس للرواية دي، اللي قال عنها ببساطة: هي رواية عن رجل يذهب إلى الكلية ويصبح مدرساً، لكنها واحدة من أروع الأشياء على الإطلاق. هي فعلا زي ما قال توم هانكس، هي رواية بسيطة جدا مفيش فيها أي تعقيدات، ولكنها في نفس الوقت بساطتها وخلوها من التعقيدات ده هو اللي خلاها فعلا من أحسن الروايات اللي أنا قرأتها الفترة اللي فاتت. بدأت قراءة رواية ستونر من حوالي أسبوعين بناء على ترشيح حد أنا بثق في رأيه جدا، وهو أحمد خطيبي. وأنا حقيقي بشكره جدا على الترشيح ده، لان هي فعلا من امتع واحسن الروايات اللي انا قراتها الفتره اللي فاتت. روايه ستونر زي ما باين من اسمها كده، فهي بتتبع شخصيه ويليام ستونر، مدرس الادب الانجليزي في جامعه ميزوري. ويليام ستونر اصلا جاي من عائله ريفيه، كان بيساعد اهله في زراعه الحقل بتاعهم، ولكن حد اقنع ابوه ان هو يروح كليه الزراعه، وبالفعل ابوه قدر يقنع ويليام ستونر ان هو يروح يدرس في كلية الزراعة علشان يتعلم حاجات تساعده في زيادة إنتاجية المحصول بتاعتهم. وهناك أخذ ويليام ستونر مادة عن الأدب الإنجليزي، ولاحظ الأستاذ بتاعه في المادة دي واللي هو اسمه آرثر سلون إن ويليام ستونر كان عنده شغف كبير بالمعرفة اللي تخص الأدب الإنجليزي، وفي نفس الوقت لاحظ تدني درجاته في المواد اللي لها علاقة بكلية الزراعة، فاقترح عليه إن هو يحول من كلية الزراعة لكلية الأدب الإنجليزي. وبالفعل ستونر عمل كده بدون إبلاغ أهله، وفي نفس الوقت كمان ما أبلغهمش غير وقت حفلة تخرجه من الكلية إن هو مش هيرجع معاهم للقرية بتاعتهم ولا هيساعد أهله في أي حاجة ليها علاقة بالشغل في الزراعة. وبصراحة أنا متفهمة سبب التفاوت اللي أنا لاحظته في آراء الناس فيما يخص الرواية، لأن أنت لو أنت داخل بتوقعات إن أنت هتلاقي الرواية النمطية اللي أنت قرأتها قبل كده مثلا لستيفن كينج أو لأي حد تاني، فلأ، الرواية دي أبعد ما يكون بسبب حاجتين. بسبب إن الرواية بطيئة جدا وبتحكي عن شخصية مش مميزة إطلاقا، شخص كانوا بيوصفوه في بداية الرواية إن الناس اللي نسيته أكتر من الناس اللي فاكراه. فلو أنت داخل بتوقعات إن أنت هتلاقي شيء استثنائي مثلا في البلوت أو الشخصيات، فلا، الرواية دي مش هتعجبك والرواية دي مش ليك. خلينا نتكلم عن الكتابة في رواية ستونر. وحقيقي اللي بيميز رواية ستونر هو الكتابة تحديدا، وكمان الترجمة. النسخة العربية هي من ترجمة إيمان حرز الله، وحقيقي ترجمة بديعة جدا وسلسة وسهلة جدا، لا تختلف إطلاقا عن الكتابة نفسها. أنا أخدت فرة كده في النسخة الإنجليزي من الرواية، ولقيت برضو نفس البساطة ونفس السلاسة في النسخة الإنجليزية والنسخة العربية. ده بالعكس، كمان الترجمة العربية زادت من ثراء الرواية نفسها، وكأن شخصية عادية زي شخصية ستونر ما كانش ينفع تتكتب غير بالأسلوب العادي والبسيط والسلس ده، لأن ستونر زي ما هو باين من ملامحه لما تقرأ الرواية إن هو شخصية عادية بسيطة واضحة، مش عايزة تعمل أي حاجة غير العادي بتاعها، إن هي تقوم من النوم الصبح تروح الشغل وترجع تمارس المهام الطبيعية بتاعتها. وأسلوب الكتابة السلس والسهل ده خلاني أفكر في حاجة، إن شطارة الكاتب مش بتكمن في إن هو بيعرف يستخدم مصطلحات كبيرة ومعقدة وهكذا، وإنما طريقة تطويعه لأسلوب الكتابة فيما يتناسب مع الحاجات اللي هو بيكتبها. وممكن أدي مثال على كده زي مثلا اختلاف أسلوب رضوى عاشور ما بين رواية زي رواية الطنطورية مثلا
ورواية زي رواية ثلاثية غرناطة اللي كان فيها أسلوب كتابة رضوى عاشور أتقل وفي كلمات أصعب من العادي، مع الأخذ في الاعتبار إن هي أصلا رواية تاريخية. رواية ستونر زي ما أنا قلت من شوية هي رواية بطيئة ومفيش فيها أحداث كتير، يعني بقول آخر رواية سلو بيرن، لكنك بشكل ما أنت بتتشد للشخصيات وبتتعلق بيهم وبتحاول كمان تتفهم مواقفهم. يمكن بالذات كون الرواية سلو بيرن ده من أكتر الحاجات اللي عجبتني في الرواية، لأن ده إدى مساحة كويسة جدا للكتابة الجيدة إن هي تظهر وتبان على السطح. خلينا ننتقل للشخصيات الواردة في الرواية. زي ما قلت طبعا الشخصية الرئيسية هي شخصية ويليام ستونر، وزي ما قلت كمان هو أصلا كان رايح بهدف تعلم الزراعة، ولكنه أغرم بالأدب الإنجليزي وقرر إن هو يغير طريقه. سنة 1914 بدأت الحرب العالمية الأولى، وكان وقتها كان فيه هوجة ودعاية كبيرة جدا إن الشباب تتطوع للمشاركة في الحرب، ونسبة كبيرة جدا من شباب الجامعة وقتها تطوعوا بالفعل للمشاركة في الحرب ما عدا ويليام ستونر. وأعتقد الموقف ده هو أول موقف بيظهر فيه ملمح رئيسي من ملامح شخصية ويليام ستونر، لو هو اللامبالاة تامة بكل شيء. يعني حتى لما كان أقرب أصحابه اللي هم ديف ماسترز وجوردن فينش كانوا بيشجعوه وبيحاولوا يقنعوه إن هو يشارك في الحرب، قال لهم بكل بساطة أنا ماليش في الحروب، أنا شخص خلق للدراسة والتعلم فقط. وبالفعل مع خلو الجامعة تقريبا من الشباب كان هو ويليام ستونر الوحيد اللي قاعد بيتعلم وبيحاول يحصل على درجة الدكتوراه بتاعته. كنت بشوف شخصية ويليام ستونر شخصية سلبية إلى حد كبير جدا، ومش بيحاول إن هو ياخد أي خطوات في اتجاه إن هو يحسن حياته اللي بالفعل محتاجة تحسين في نواحي كتير قوي. وأعتقد ده كان العبقري في الموضوع، إن أنت تشوف شخصية سلبية بشكل اكستريم قوي كده زي ويليام ستونر وتحاول تقيس عليها تصرفاتك أنت بشكل شخصي وتصرفات الناس حواليك، مين كان ممكن يعمل إيه لو كان محطوط في نفس الموقف المشابه اللي محطوط فيه ستونر. وفي كمان شخصيات نسائية متعددة زي شخصية إديث زوجة ستونر وجريس بنتهم. وبصراحة أنا كنت منزعجة جدا جدا من الشخصيات بسبب قد إيه هي شخصيات كنت حاسة إن هي روبوتية بشكل أو بآخر، كأنها لابسة ماسك بتحاول تغطي بيه اللي في نفسها فعلا. وكان في نوع من الغضب ما بين كل شخصية والتانية، أنا الحقيقة معرفتش أفهم سببه ولا أفهم هو جاي من إيه. فمن ناحية الشخصيات ما تتوقعش إن أنت هيجيلك كاركتر بروفايل عميق ومفصل عن كل شخصية. جون ويليامز اداك إطار لكل شخصية وعلى أساسه أنت بتعرف تتوقع كل شخصية ممكن تتصرف إزاي. كي بوينتس كده أنت من خلالها هتعرف تفهم الشخصية كويس، وبيديك مساحة أن أنت كمان تتخيل الشخصية دي كانت جاية منين، كانت إيه ظروفها، كانت إيه تصرفاتها اللي هي ممكن تتصرفها في المستقبل وهكذا. يمكن أصلا كمان أحلى شيء في الرواية كلها إن هي مش بتديك تفاصيل كتير، هي زي ما قلت بتديك مجموعة إطارات وانت على اساسها بتكمل الروايه جوه دماغك. وفي النهايه انا حابه اقول ان روايه ستونر من احسن وافضل الروايات اللي انا قراتهم، وكمان تجربه مثاليه اولى مع الادب الامريكي. ولو انت حابب تقراها فنصيحه ما تدخلش بتوقعات عاليه وان انت هتلاقي روايه عظيمه من الناحيه المتعارف عليها ان هي مليانه احداث وشخصيات واكشن والكلام من ده، لان ببساطه ما فيش. ادخل بدون توقعات واستمتع بالكتابه واسلوب الكتابه وبناء الشخصيات، لان عظمه الروايه وحلاوتها كانت بتكمن في قد ايه كل شيء فيها كان عادي بالشكل ده. وفي نهاية الريفيو حابة أسأل سؤال: الإنسان ممكن يوصل لإيه بتخليه عن هويته سبيل إن هو يحقق منظوره الشخصي عن الصح والمناسب؟ وهل الحياة شديدة العادية والنمطية بتشوفوها شيء كويس ولا شيء ممل ما ينفعش يكون موجود؟ لو عجبكم الريفيو ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتتابعوني على انستجرام nadines.bookshelf عشان التواصل بينا يكون أسهل. أشوفكم إن شاء الله قريب في فيديو جديد. مع السلامة.